الشيخ فيصل الشعوري قائد مقاومة إب البطلة ورئيس تحالف قبائل اليمن الاتحادي فليتفضل. مرحبا يا شيخ، يشرفني القاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. ثم أما بعد، الأخ اللواء الركن علي حزام الطميرة قائد ألوية حرس الحدود، الإخوة الأخ محمد سعيد الشدادي، الإخوة مشايخ ووجهاء حجور وقيادات مقاومة حجور، أحييكم بتحية الإسلام، تحية المحبة والسلام، تحية الثورة والجمهورية، تحية الوحدة، تحية الروح الوطنية والثورية. وبالمناسبة نود أن نقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات في خواتم رمضان المباركة، ومن خلالكم نرفع التهنئة لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي. أيها الإخوة، إنها للحظات رائعة أن تلتقي الوجيه، وأن يلتقي المناضلين، وأن يلتقي الشرفاء والأحرار من كل ربوع الوطن في مثل هكذا أمسيات متناغمة ومنسجمة، وكلها تحمل هم واحد وقضية واحدة وهدف واحد ومصير واحد. وإنه لشرف كبير أن نشارك أبناء حجور هذه الأمسية الوطنية، الأمسية الجمهورية، الأمسية الثورية، والتي لها امتدادات كبيرة في تاريخ نضال شعبنا اليمني. فحجور نار على علم، ونجم في السماء، وتاريخ حافل بالبطولات، ولن تكن وليدة لحظة أو صدفة عابرة، وإنما هي التاريخ، والتاريخ لا يسعنا أن نتحدث به أو عنه في لحظة كهذه اللحظة. فبطولات حجور وأدوار حجور تحتاج إلى كثير من المناسبات. فحجور لها باع طويل في النضال، وكل أبناء اليمن ومحيط اليمن يعلمون من تكون حجور منذ الزمن البعيد. وهذا شرف لنا أن نحضر مثل هذه الأمسية لنلتحم بإخواننا المناضلين من أبناء حجور. نحن أبناء محافظة إب ومقاومة إب، نحيي مقاومة حجور الباسلة، والتي كان لها أدوار كبيرة منذ الحرب الأولى في صعدة ضد سلالة البغي والخرافة الميليشيا الحوثية. أيها الإخوة، إن وطننا الكبير يمر في مرحلة استثنائية ولحظة فارقة يعجز الواصف عن وصفها، ويقف الحائر عندها، ولا يدرك مثل هذه المعاني والتحديات إلا الرجال النبلاء الذين يحملون مشروع وطن، وليس من يحملون مشروع أنفسهم وبطونهم. وبالتالي نقول بأننا بحاجة بأن كل مقاومات الجمهورية التي وقفت صداً منيعاً في وجه الروافض، في وجه السلالة الحوثية،
يجب عليهم أن يتوحدوا وأن يتوافقوا وأن يوحدوا موقفهم حتى لا تنتحل مواقفهم أو تضيع جهودهم وتضحياتهم. لقد تعرضوا لمؤامرات عدة وتعرضوا للخذلان، نقولها وبكل صراحة ووضوح، ولسنا بخائفين بأن مقاومة حجور يوم أن أشرأبت كل الأعناق وصاح كل النشطاء والأحرار وطالبوا بدعم حجور، خذلت حجور بصورة متعمدة، وكل اليمن واليمنيين شاهدين على ذلك، وخذلت كثير من المقاومات، غير أن مقاومة حجور كانت المسافات قريبة لدعمها، وكانت كل الحلول متوفرة لتوفيرها أو تقديمها لمقاومة حجور، وكانت حجور قادرة على حسم المعركة الفاصلة، ولكن تجار الحروب ومن لهم حسابات خاطئة لا يروق لهم الانتصار. واليوم وهم المستفيدين من المعركة، ولربما هم المستفيدين من السلام المزعوم الزائف، ولكن نقول صبرا يا حجور، صبرا، فالتاريخ لن ينسى تضحياتكم، والشرفاء لن يتخلوا عنكم. ومن هذا المنطلق ومن هذا المنبر نعلن تضامننا الكبير باسم كل الشرفاء والمخلصين وباسم كل الأحرار مع حجور وأسرى حجور وشهداء حجور ومعتقلين حجور، وسنقف جنبا إلى جنب كل المقاومات، ندعو كل المقاومات إلى توحيد موقفها والالتحام مع بعضها تحت رافعة واحدة. قليل من القبائل ومنهم حجور هم الذين وقفوا في وجه الميليشيا الحوثية، ومواقفهم ستظل خالدة مدى الدهر. وبقدر ما كنا وكانت حجور في مقدمة الصفوف لمواجهة الميليشيا الحوثية، ستظل هي كذلك الصخرة الصماء في وجه المشروع الحوثي السلالي البغيض الفارسي الإيراني. فالرجال لا تستطيع أن تتوارى عن الدفاع عن نفسها وكرامتها وهويتها. نعم، نحن على ثقة تامة على أن حجور وأمثال حجور وكل الشرفاء من أبناء اليمن هم من سيحققون النصر، حتى وأن قد قدموا الكثير من التضحيات، إلا أن معركتهم لم تبدأ بعد مهما تخلوا عنهم الجبناء في الداخل والخارج، وإن شاء الله من خلالهم وبهم سيتحقق النصر الكبير. مرة أخرى نكرر شكرنا وتقديرنا على دعوتكم الكريمة، وكما نشكر كل الفاعلين والمتعاونين في مثل إقامة هذه الأمسيات المباركة. كنا قد حضرنا ما قبل بالأمس أمسية فرع المقاومة الوطنية لمحافظة مارب، وما قبلها أمسية لمحافظة إيربو، كانت لنا دعوة في أمسية الجوف. فكم هو جميل أن ندعي بعضنا بعض، ولربما ندعيكم إذا توفرت لنا الظروف أو تهيأت لنا أسباب إقامة أمسية. جميل جدا أن نلتقي بمثل هكذا مواقف، وجميل جدا أن تتكرر لقاءاتنا حتى نستطيع ترجمة مواقفنا كليا وتضحياتنا جميعا على الواقع، ونقف موقفا واحد هذا. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ الفاضل فيصل الشعوري، ونعم به وبرجال الجمهورية جميعا. قال بطل من إب
هو القيل الشهيد خالد الدعيش ذات يوم: أما أنا